لينا، انت مع الزواج التقليدي او الزواج عن حب؟ أنا مع الزواج التقليدي، لأنه بحضور القلب بيغيب العقل. أحيانا لما بنتعرف على إنسان بتاخدنا لهفة البدايات، وبتكون في أي علاقة اللي هي بتكون عن حب في كتير إشارات حمراء بتخليني أتغاضى عنها بحجة إني أنا بحب هذا الشخص. لكن لما بتزوج زواج تقليدي بكون أنا محكم العقل أكثر، وهو أكثر حكمة وأكثر ديمومة واستمرارية، لأنه بحط مصلحتي أولا. يعني بفكر بالشخص من ناحية شخصيته، من ناحية كفاءته العلمية، من ناحية مكانته الاجتماعية، وضعه المادي، فأنا بحط أولوياتي. بعدها بيجي عنا اللي هو المودة والرحمة، فبتوج هذا الزواج بأنه يكون زواج ناجح وأكثر ديمومة واستمرارية. لكن لما أنا بكون أحب بيكون في أحيانا كتير إشارات حمراء موجودة في أي علاقة بتغاضى عنها بدعوى الحب، لأنه المحب بيكون إجمالا مغيب. بعد هيك بكتشف انه هاي الاشارات الحمراء اللي تنازلت عنها بداعي الحب بعد هيك إلها اكبر الاثر بفشل الزواج او عدم استمراريته، لانها بتكون احيانا اشياء مهمه واساسيه لانشاء زواج صحي وناجح. وفي مقوله مره قراتها او حضرتها لدكتور ياسر الحزيمي عجبتني جدا، انه البدايه التي لا ترضي الله نهايتها لن ترضيك.